تفتكر ايه احسن اسلوب تدريبي يقدر يحقق لي ضخامه عضليه اكتر من الثانيه، الكلاستر سيتس ولا التراديشنال سيتس المجموعات العاديه؟ كمل معايا الفيديو ده للاخر، صلى على النبي الاول. ولو لسه ما تعرفش ايه هو اسلوب الكلاستر سيتس، عملت عليها فيديو قبل كده وانصحك انك تشوفه. وفي دراسه اتنشرت في فبراير 2025 جابوا فيها 10 اشخاص منهم 7 اولاد و3 بنات، وكانت الاعمار بتاعتهم 21 سنه، ومده تمرينهم كانت سنه ونص. والدراسه دي اتعملت لمده 8 اسابيع، ومنهم اسبوعين عملوا 5 مجاميع ب 12 عده في تمرين الليج اكستنشن والليج بريس. ومع العلم ان كانت طريقه الدراسه دي او الميثود ان هم عملوا نفس الار اي ار ونفس عدد المجاميع، والمشاركين هنا في الدراسه عملوا ناحيه واحده من رجليهم بعدد معين، وعملوا الطرف الثاني الناحيه الثانيه باسلوب الكلاستر سيتس 3 عدات من اصل 4، وريحوا بين العدات دي 20 ثانيه، وقاسوا لهم بقى سمك العضلات بتاعهم بالالترا ساوند والسايلين ماس والتيشيو بالاكس راي. وهنا بقى النتيجه كانت مفاجاه، ان الاسلوبين دول حققوا نفس الضخامه لسمك العضلات. ومن هنا بقى نقدر نستنتج ان الاسلوبين حققوا نفس الضخامه لسمك العضلات طالما اللود والحمل ونطاق العدات في الاسلوبين متساويين. خليني اقول لك برضو ان هم لسه محتاجين برضو دراسات اكتر واكتر، لان المده اللي هي 8 اسابيع دي ما كانتش كفايه. ولو عجبك الفيديو بقى واستفدت، اكيد بقى مش محتاج اقول لك هتعمل ايه.